السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بألف خير متابعيني الكرام. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جيتكم اليوم بثلاث أنواع من الحلويات بعجينة واحدة فقط، خاصة بمناسباتكم وأعراسكم. حلويات اقتصادية سهلة وسريعة التحضير. قبل ما نبدأ معكم الفيديو نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترك إعجاب على الوصفة. نبدأ الآن الوصفة وطريقة التحضير مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنايا في هذه الوصفة كاس مملوء من النشاء، نصف كاس من السكر الناعم، كأس إلا ربع زيت نباتي، 3 بيضات حرارة الغرفة، 250 غرام مارغرين أيضا حرارة الغرفة، كيس خميرة كيميائية، فانيلا ليكيد ولا غبرة، وأيضا طحين لجمع العجينة. نشرع الآن في طريقة التحضير. أول شي هنايا وضعت 250 غرام مارغرين، والنوعية ما يهمش، يعني المهم تكون حرارة الغرفة، ونضيف معها حوالي كأس إلا ربع زيت نباتي. الزيت هنايا راح يساعد العجينة تكون هشة ومقرمشة. راح نخلط جيدا حتى يتجانسوا مع بعض، يعني حتى تصبح كريمة سائلة. بعد ذلك راح نضيف السكر الناعم ونمزج جيدا. هنا راح تضيفوا سكر ناعم، الأحسن أنكم تغربلوه، وراح نمزج جيدا حتى لوين يدخل كامل السكر هذاك في الخليط. بعد ما مزجنا السكر نضيف حوالي 3 بيضات كما قلت لكم حرارة الغرفة. نخلط الكل ونضيف فاني ليكيد هنايا، يعني ما يهمش فاني ليكيد ولا غبرة. الفاني هنايا يقضي على البنة تاع البيض، يعني يعطيه بنة رائعة. راح نخلط هنايا هاد المكونات مليح. بعد ذلك راح نضيف حوالي كأس من النشاء ونخلط أيضا. بعدها نجمع بالطحين الأبيض وكيس خميرة كيميائية. هنايا بعد ما خلطت دائما كما نقول لك المواد الجافة أو المكونات الجافة تغربلوهم. حطيت هنايا الطحين الأبيض مع كيس خميرة كيميائية. ما تحطوش الخميرة الكيميائية وحدها، ولا ديروا الفرينة تخلطوها من بعد تضيفوا كيس الخميرة، لا ديروا الخميرة دائما ضيفوها مع الفرينة. هنايا خليتها ترتاح حوالي نصف ساعة. بعد ما ارتاحت لي حوالي نصف ساعة نروح نحلها على سمك 1 سنتيمتر. نفتح هنايا العجينة على سمك 1 سنتيمتر، يعني هاد العجينة تستعملوها في جميع أنواع الصابي. نطبعها الآن على حسب الأشكال المفضلة عندكم، كل وحدة يعني واش تحب الشكل تاعها. أنا هنايا فضلت شكل القلب. نطبعهم كامل في حين توضعي الفرن تاعك يسخن من الأسفل فقط جيدا على نار متوسطة. هاوليك السمك نتاعها كيفاه يجي. أنا هنايا راح نحطها في الوسط على نار متوسطة. تحطيها فقط تشعلي عليها فقط من التحت، راح تحمار لك الفوق شوية، وتطفي عليها حوالي ربع ساعة. نروحوا الآن للحلوى نتاعي الثانية، حلوة المرجان. جبت هذا المول تاع المرجان أو أي مول عندك، ماشي شرط هذا المول. قلنا هاد الحلوى تصلح لجميع أنواع الصابلي. كونت أنايا هنايا حربوش، شكلت حربوش وحطيته في الدائرة، وتضغطي عليه تسوي كامل السطح الفوقاني. يعني تقدري تغطي هذه الفتحة الدائرة الوسطانية، تقدري تغطيها تقدري تخليها. هنايا نكملهم وندخلهم يطيبوا. بعد ما طابت لي الحلوى نتاعي كما شفتوا تاع الصابلي وحلوة المرجان ايضا كما شفتوا معايا، شعلتهم غير من التحت برك، راح تكون كيما هكذا، يعني ما تخليهمش حتى اللي يتحرقوا لكم. ايضا درت هذو اللي طارتولات، كنت درت معاكم قبل فيديو في تاع الصابلي كيفاه ديروا لي طارتولات، راح نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، ادخلوا لصندوق الوصف تلقاو ان شاء الله الرابط. درت هاد لي طارتولات، والحشو بسيط جدا، يعني متوفر ان شاء الله في كل بيت، يعني بحشو بسيط تقدري ديري هاد لي طارتولات. حلوة المرجان كما شفتوا معايا كاينه اللي مثقوبه كما نقولوا من الوسط، مفتوحه من الوسط، وكاينه اللي مسكره. من الاحسن انك ديريها مغلوقه باش كي ديري فيها هذاك الكريمه ولا اي حاجه سائله ما تهبطلكش من التحت. نروح دوكا نلصق الصابلي نتاعي.
نلصقوا بمعجون المشماش، واللي حبت كريمه ولا اي حاجه يعني ديرها من الداخل الكراميل ولا ديرها. راح نحط لكم كامل الفيديوهات تاع الصابلي ان شاء الله في صندوق الوصف، تروحوا تشوفوهم كامل. فيهم الكريمات اللي تحوسوا عليهم، كريمه الزبده، كاينه كريمه ايضا ما شاء الله درتها معاكم قبل في صابلي بريستيج تاع الشوكولا تاع الظفيره. هنايا راح نعمر هذو اللي طرطولات كيما شفتوا معايا، درت على هنايا صابلي فيهم، فتفتهم لداخل ودرتهم. هذه وصفة بسيطة يعني ما تتطلبش ياسر مكونات، وموجودة أيضا يعني ما تكلفش، ماهيش مكلفة. هذا الشوكولا ماكسون تخلطيها مليح لأنها راح تكون جامدة شوي، تخلطيها مليح باش تجيك سائلة أو تجيك تلمع. راح نعمرها بهذه الطريقة. الاختيار يرجع لكم، انا عطيت لكم ابسط حشو يعني تقدروا ديروه. اللي حبت تضيف حوايج اخرى مكسرات كراميل ديرهم لداخل جوز لوز، ودير من الفوق الشوكولا، والتزيين اختياري يرجع لكم نتوما. كيما هنايا درت في لي طارتولات معجون المشماش، ودرت حبيبات شوكولا، ودرت ايضا هنايا القليل من الماكسون كيما شفتوا معايا. راح نغلفهم من الفوق بالشوكولا العاديه، شوكولا من الفوق باش تيبس لك، كي تيبس وتنشف تجيك الشكل نتاعها رائع. هذا الناكخي في الدوري او الذهبي راح ندهن به كامل لي طارتولات تاعي من الفوق باش يعطيه هذاك الشكل الجميل والمنظر الرائع. كامل راح ندهنهم بهذه الطريقة. يعني ما تشوفوش كيما هكذا الفيديو يعني ماهوش يبان مليح الصورة نتاعو، مي في الحقيقة والله يعني شكل رائع والمنظر أجمل وأجمل. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها إن شاء الله. هذا الورق الذهبي للتزيين فقط، التزيين دائما اختياري. نروحوا الآن نجيب الشوكولا تاعي بعد ما ذوبتها على حمام مائي كما شفتوا معايا، ضفت لها فقط ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، وراح تخلطيها مليح باش تعطيك هذاك اللمعان في الحلوى نتاعك. راح نغلفها من الفوق، راح نغطي هذاك لي طارتولات نتاعي من الفوق. انا فضلت اني الجزء نديرو نغلفه بالشوكولا هذه، وجزء نخليه هكذاك بالشوكولا ماكسوم من الفوق فقط، يعني شوكولا سائلة. وهذه بعد كي راح تنشف راح يعطيها هذاك المنظر المليح لداخل، تكون محشية وتكون سائلة لداخل. البنة تاعها ما شاء الله رغم انه التزيين بسيط الا انها البنة ما شاء الله. هنايا هذه حلوة المرجان كما شفتوا معايا، قلنا في الوسط كاين اللي خليتهم مفتوحين تقدروا ديروا لهم حبة تاع الكرز، وكاين اللي تخلوهم مسكرين من بعدها ديروا لهم اي سائل يعني اي كريمة عندك مفضلة تقدري تزيني بها من الفوق. انا هنايا عمرت هذو الدوائر كما شفتوا معايا، بعدها راح نوضع فيها الحلوة نتاعي تاع الصابلي بهذه الطريقة. شوكولا تقدروا ديروا البيضة، تقدروا ديروا النوار يعني السوداء، تقدروا ديروا هذه البني الداكن، تضغطوا عليهم هكذا يعني تبقاو تحركوا فيهم كيما راني ندير انايا منا ومن. بهذه الطريقة راح نكملهم كامل وراح نخليهم انايا مادام الجو بارد يعني راح يبردوا معايا ونحيهم عادي. لكن اذا كانت الحرارة من الاحسن انكم تدخلوهم في الثلاجة يجمدوا شوي، مش يجمدوا يبردوا، يحكموا روحهم هذيك الشيكولا تحكم روحها وتخرجوهم. كيما شفتوا معايا ايضا الحلوى هذه تاع الصابلي راح ديروها بهذه الطريقة. كل واحد وكيفاه يحب يدير الكلاصاج نتاعو، كاين اللي يحب يدخل الحبة كاملة داخل الشوكولا، كاين اللي يدير بالطريقة هذه فقط. هنايا كما قلت لكم الشوكولا راح تخلطيها مليح حتى لوين يعني تشوفيها بدات تلمع باش تعطي لك الحلوى نتاعك لمعان ويعطيها منظر مليح ايضا. انا هنايا هذو راح نكمل الباقي وراح نعدل لكم الطريقه ايضا كيفاش يعني من بعد ما تبقاوش تنحوا هذاك الشيكولا لتحت وتكسر معاك الحبه، راح تجبدي برك يعني بالعقل كيما هكذا بلا من بعد تبقاي تنحي في هذيك الشوكولا التحتانيه. هنايا نروح نكمل الحلوى نتاعي كامل ونزينها ونوجدها ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما كملت الحلويات نتاعي كما شفتوا معايا التزيين يعني كفكرة تقدروا تحطوا اي مول عندكم ولا الشكل اللي عندك تحطيه في الصحن تاعك، تغرب لي فوقه الكاكاو يعطيك هذاك المنظر الرائع الجميل للصحن تاعك. وايضا كما شفتوا معايا هنايا الحشو شوكولا ماكسون السائلة هذيك
يعني عكس هذا لي طارتولات درت فيه من الفوق شوكولا اللي ذوبتها على حمام مائي وغلفتها من الفوق. يعني بعد ما قسمتها شوفوا المنظر اللي عطاتهولي، منظر جد رائع يعني شهي. الوصفة كما شفتوا معايا بسيطة وايضا كما شفتوا معايا هنايا الحلوة تاع المرجان، درت لها في الوسط معجون مشماش، حطيت له اللون الاحمر باش يعطي لي منظر للحلوة نتاعي. كانت هذه وصفات نهار اليوم، نتمنى انها نالت اعجابكم. عليا غنقول لكم متابعيني الكرام، دمتم بألف خير في فيديوهات جديدة وفي وصفات جديدة اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.